صباح الفل والورد والياسمين عليكم. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو ازاي نرجع نذاكر بعد انقطاع. يمكن تكون وقفت مذاكرة من فترة طويلة، وممكن تكون ما بدأتش أصلا في السنة. وحاسس انك متوتر ومتضايق ومضغوط. لا، ما تتضايقش، ابتسم. وفي الفيديو ده هقولك ازاي ترجع بقوة. أول خطوة معانا هي تحديد المشكلة. وفي ناس كتير بتحدد المشكلة غلط، يعني في ناس هي مشكلتها ان هي رقمت. لا، هي مش المشكلة انك رقمت، المشكلة انك مش عارف تبدأ. هي هنا المشكلة، لازم نبقى متأكدين ان دي المشكلة. ودلوقتي بعد ما عرفتك المشكلة فين، هديك حلول بسيطة علشان تقدر تحل مشكلتك بسهولة. تمام، من غير تعب، من غير ما تدخل 500 فيديو. هو حاجات بسيطة جدا هنعملها، هتلاقي نفسك ان شاء الله بدأت، وان شاء الله تحسن. اول خطوة هي ان احنا نبدأ خطوة صغيرة. يعني ايه؟ يعني مش ابدأ باكبر درس في المنهج، اصعب مادة في المنهج. لا، ابدأ باسهل حاجة. تمام، واصغر حاجة. يعني محاضرة صغيرة، محاضرة ساعة كده، يعني حاجات بسيطة علشان تشجعني اكمل واحس ان انا انجزت. فاهمين قصدي؟ الخطوة التانية هقولك فيها قسم وقتك. قسم وقتك يعني مش اول يوم هرجع فيه هذاكر لي 5 ساعات مثلا. هو بكتيري، مش بكتيري، انا ابقى عامل حسابي هذاكر نص ساعة على الاقل مثلا. مش هحط على الاقل 5 ساعات، لا مفيش كده، مش هتقدر. وكمان هتحبط من نفسك ومش هتكمل. الخطوة الثالثة هي انك تشيل الاحساس بالذنب. مش اخر الدنيا انك اتأخرت شوية، المهم انك تكمل، المهم انك تبدأ. وده اللي انا بتكلم فيه من بداية الفيديو. فاحنا اهم حاجة نشيل الاحساس بالذنب، ونبطل ان احنا نضغط نفسنا ونقعد نأنب في نفسنا اكتر من احنا نشتغل. الخطوة الرابعة، اختار مادة سهلة وتكون بتحبها. ليه؟ علشان لما تختار مادة سهلة تبقى حابب انك تسمع شرحها، حابب انك تحل، وهكذا، فهتشجعك اكتر انك تكمل. الخطوة الخامسة اسمها قاعدة ال5 دقايق. معناها مش ان انا اذاكر 5 دقايق وخلاص كفاية، معناها انك بتقنع عقلك او بتقنع نفسك ان انا هذاكر 5 دقايق وبس. تمام، وبظبط منبه على هو 5 دقايق وهقوم ومش هذاكر تاني بعديها. افتح كده الكتاب واقعد واظبط منبهك، وتمام هتلاقي نفسك خدت ربع ساعة في تلت ساعة وهكذا، وكمل. وبكده كنا انا خلصت كل الخطوات اللي عندي. اتمنى لو انتوا في خطوة او طريقة بتمشوا بيها وبتنفع معاكم تشاركونا بيها في الكومنتات. واتمنى كمان انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتكتبوا لي كمان اكتر خطوة ما كانتش متوقعة بالنسبة لكم، او ما عمركم ما سمعتوها واول مرة تسمعوها مني. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو وصل لحد هنا ما تنساش تكتب لي كومنت حلو.